بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. كلنا بنسعى ونطمح للسعادة، كلنا نفسنا نكون سعداء ومبسوطين، ودايما بنسمع تساؤل من ناس كتير إن مفيش سعادة. هي فين السعادة دي؟ الدنيا ما فيهاش سعادة. واقعيا هي الدنيا مش دار السعادة، ولكن احنا نقدر نعيش فيها سعداء بنسبة كبيرة، ونحصل على جزء وفير من السعادة في حال كنا راضين. قيل للسعادة أين تسكنين؟ فقالت في قلوب الراضين. فاحنا لو كنا راضيين فعلا بحياتنا وبعيشتنا هنكون سعداء. السعادة ما بتكونش بتجميع الأموال زي ما ناس كتير بتظن إن لو أنا عندي ثروة كبيرة قوي وعندي أموال وسيارات وفلوس وشركات هكون سعيد. أكم من ناس كتير جدا عندها أموال طائلة ولكن هم مش سعداء، وأكم من ناس فقراء أو حالهم المادي على القد جدا ولكن عندهم راحة بال كبيرة قوي، وعندهم ربنا رزقهم بالصحة والعافية وراحة البال اللي بيتمناها أصحاب الأموال الطائلة. السعادة مش بالكنوز والفلوس والوجهات والمستوى الاجتماعي العالي جدا، مش هو ده اللي بيجيب السعادة. ومش معنى كلامي ان احنا ما نطمحش الحياة افضل ووضع اجتماعي حلو وحياة اجتماعية ودخل مادي مستقر، ولكن مش هي دي جل السعادة. امال السعادة فين؟ السعادة في قربنا من رب العالمين، السعادة في رضا قلوبنا بالحال اللي احنا فيه، ونسعى ان احنا نطور. السعادة دايما بيتقال عنها انها قرار، والانسان هو صاحب القرار ده. انت صاحب القرار انك تكون سعيد او لا لا قدر الله. السعادة قرار لا انتظار، يعني ما تفضلش منتظر حدوث حاجة معينة علشان تخليك سعيد. انا لو اشتغلت الشغلانة دي هكون سعيدة، انا لو خلفت ولد مع البنات اللي معايا هكون سعيدة. لا، ما تنتظر، مش تنتظر اي حاجة تخليك قاعد مستني ان هي دي اللي هتسعدني. السعادة قرار من جواك. ابواب السعادة ملهاش حصر ولا ليها عدد، تقدر تدخل من اي باب، ولكن في حال ان انت خدت القرار انك تكون سعيد. حديثنا النهاردة في حلقة قوارير عن السعادة. ما هي السعادة؟ كيف أكون سعيد؟ وخطوات عملية نحو السعادة، مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة الكاتبة والناشطة الحقوقية الأستاذة حنان محمد صالح. أهلا ومرحبا يا أستاذة حنان. أهلا أخت ندى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ويسعدني وبركاته. أن أكون معكم في هذه الحلقة عن الحديث عن السعادة. إن شاء الله أهلا أيامنا ومرحبا. وأيامكم كلها تكون سعادة. يا رب يا أستاذة حنان، ربنا يجعل أيامنا يا رب سعادة، ويرزقنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم آمين. امين. طيب بداية، قبل ما نتكلم بقى عن مظاهر السعادة وأسبابها والمحاور الكتير اللي معانا، خلينا نعرف مع حضرتك مع كل مشاهدينا مفهوم ومعنى السعادة الحقيقي. السعادة هو بشكل عام لغويا لو نجي نتكلم إنه السعادة هذه من المشاعر، وهي غير مرئية يعني ولا ملموسة، امم. لكن هي مشاعر نشعر بها ونعبر عنها عن طريق الابتهاج والفرح، عن طريق الجسد أو عن طريق ملامح الوجه، عن طريق الكلمات. يعني امم. السعادة نقدر تظهر أكثر عن طريق التعبير، كيف إننا نعبر عن هذه السعادة. وفوق امم. ده هي عادة تكون ردة فعل لأحداث تمر بالإنسان، وهو ردة الفعل تكون فيها هذه المشاعر تظهر. امم. تمام. طيب، كتير من الناس بتظن ان الانسان اللي دايما مبتسم، بيضحك، على طول وشه بشوش وبيقعد يهزر ويقول نكت والحاجات دي، هو ده الانسان السعيد. طيب عرفتوا منين ان هو سعيد؟ قالوا باين عليه، من المظاهر اللي باينه عليه انه على طول بيضحك ومبتسم ووشه بشوش. هل فعلا ده
مظهر من مظاهر السعادة نقدر نحكم على الشخص ده إنه سعيد من كثرة ابتساماته وضحكاته وهزاره ولا لأ، وما هي مظاهر السعادة؟ ربما زي ما قلت لك، هو إنه الواحد يعبر عن السعادة عن طريق الابتسامة، عن طريق الفرح أو الكلمات الإيجابية. لكن مو كل واحد مبتسم وضاحك هو سعيد، ما يشترط يعني. آه، ربما في بعضهم إنسان بوشوشين طبعهم، لكن هل إمم، هو داخلهم السعادة؟ ما يشترط. آه، لكن ممكن نقول مظهر من مظاهر السعادة هذه الابتسامة، وإنك تكون البشاشة مع الآخرين. إمم، لكن مظاهر السعادة إنه هو داخليا أكثر ما إنه ظاهرية في داخلك. إذا أنت سعيد طبعا حيظهر على ملامحك وتعاملك مع الآخر وكل شيء. بالضبط، لكن بالعكس، يعني حتى الابتسامة دي اللي قاعدين نقول عليها، في بعضهم يكون مبتسم وكل شيء، لكن حتحس إنه هذه الابتسامة أو هذا الفرح مصطنع، على قولهم ظاهرية فقط. الابتسامة الصفراء ظاهريا. وفي حتى عبارة الابتسامة الصفراء، هو بيظهر إنه هو سعيد ومبسوط وكل شيء، لكن هو يكون داخليا مو سعيد. فصعب إننا نحكم على الآخر آه، بالشكل الظاهري. إمم، لكن السعادة الحقيقية ربما تكون داخليا، هو إنه تكون راضي، إنك تكون عندك متمتع بأمور كثيرة: الراحة النفسية، السعادة، الصحة، آم، الاستقرار بشكل عام، الاستقرار النفسي والسلام إمم، الداخلي. هذه الأمور إذا كانت في داخلك حتظهر. إمم، لكن مسألة إننا نحكم على الآخر بشكل ظاهري فقط، هذا أحسها صعبة شوية. آه. كمان التوازن النفسي، الاستقرار النفسي، التوازن في التعامل مع الناس. بعض الأشخاص لمّا بنقعد معاهم بنسمع جملة دارجة يا أستاذة حنان، إن قعدته جميلة، لطيفة، دخل القلب بسرعة، شخصية يعني متزنة ومتوازنة. أعتقد إن ده كمان بيكون شخص عنده رضا داخلي وبالتالي هو سعيد. طبعا ما هو قلنا الرضا، لكن في بعضهم كمان عندهم يعني مهارات. هي في هذا الزمن اللي نحن فيه في مهارات الواحد يكتسبها، إمم، يعني بحيث انه ما نقدر نظهر آه، او مشاعرنا الداخلية ما تظهر. ففي إمم، مهارات الواحد يكتسبها زي ما قلت، انه يقدر يتعامل مع الاخر بطريقة آه، عالية من الراحة والتقدير وكل شيء. لكن ما نعرف نحن داخليا ايش هو، بس عنده مهارة انه يظهر افضل ما عنده. إمم، لكن هل هو زي ما قلت لك هو بداخله كده؟ الله العالم. لكن إمم، إذا كان داخليا هو مبسوط وسعيد، حنشوف البهجة هو التعامل الحسن. إمم، والرضا مهمة. إذا إنسان بالتأكيد. راضي يقدر يأخذ الأمور بطريقة أبسط، ما يعطيها أكبر من حجمها. لو إمم، عارف إنه هذه دنيا فترة معينة، فما يعطيها أكبر من حجمها. إمم. طيب، بعض الناس بتظن إن طالما حسابي في البنك ما شاء الله كبير، وإن أنا من يعني العملاء في البنك الVIP يبقى أنا كده هابقى سعيد. بعض الناس بتظن إن لو أنا عندي أولاد كتير، سواء بقى ولاد وبنات، ومستقر أسريًا هي دي السعادة. بعض الناس بتظن إن طالما صحتي كويسة جدًا وحالتي النفسية كويسة وأنا مش محتاج لأي حد، فهو ده جُل السعادة. خلّينا نشوف مع حضرتك أسباب السعادة، هل حاجة من الحاجات اللي أنا قُلتها دي تعتبر من ضمن أسباب السعادة والّا لأ، وما هي أسباب السعادة؟ نعم، اللي قلتيها من أسباب السعادة. بس كل إنسان لديه أسبابه الخاصة. إمم، يعني بالنسبة لآخر يمكن المال هذا سعادته، وفعلا يكون سعيد ويبتهج ويحقق. لكن أنا في نظري إنه مرتبطة في أمور 4 أمور، اللي هي التفكير الإيجابي، العلاقات الاجتماعية الجيدة، الرضا، والسلام الداخلي. إذا قلنا التفكير الإيجابي، هو الامتنان بما لدينا والاستمتاع باللحظة. إنه نكون إيجابيين ترى مهم، إنه نشوف إمم، أي شيء بطريقة إيجابية دائما.
لأي حدث في حياتنا له جانبين، فبلاش نركز على نفس الجانب اللي يجينا، مثلا لو مصيبة، مرض، تعب أو أي شيء. لا نشوف بس الجهة السلبية اللي هي موجودة، خلينا نشوف الجهة الثانية، ربما الإيجابي يمكن يكون عندنا أفضل وأحسن وكل شيء. فأنت لو قدرت إنك تحول أي حدث، أي سوء حدث معك إلى شيء إيجابي، حترتاح وحتحس. فالتفكير الإيجابي نفس الشيء زي ما قلت لك، إننا نستمتع باللحظة اللي عندنا نعم نحن نستمتع بيها ونشوفها بطريقة إيجابية. بلاش نفكر في القادم وبعدين إيش اللي جاي، هذا ثاني. خلينا نعيش اللحظة، نستمتع باللحظة، لأنه أحيانا التفكير بالقادم هو اللي يخرب ويدمر الحاضر. بالظبط طيب، بالظبط. العلاقات الجيدة، العلاقات الاجتماعية الجيدة طبعا بقول يعني إنه إذا عندك أهل وجيران وأصدقاء وفرح معاهم وتضحك وتتبادل، يشاركوك بالأفراح والأفراح، هذه سعادة. يعني الوحدة صعبة مهما كانت، يعني قالوها جنة من غير ناس ما تنداس. فالعلاقات العلاقات الاجتماعية الجيدة، إذا كان عندك علاقات مع الزوج، مع أبنائك، مع أهلك، مع أقاربك، هذه سعادة إنك تجتمع معاهم وتتبادل الأحاديث والمشاكل يعني حتى إنك تجد الحلول معاهم أو البهجة معاهم. فهذه من النعم وهذه من السعادة اللي الواحد يحقق سعادة. حتى إنه في عبارة اللمة عيد، يعني إنك تجتمع مع الآخر وتضحك وتخرج اللي في داخله، خاصة مع الأشخاص القريبين منك، هذه عيد، هذا عيد يعتبر. طيب، الرضا بما كتبه الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه الثلاثة اللي قلناها هي هنا حنجد من المظاهر الأسباب اللي أنت قلتيها، اللي هي من آمن في سربه. عندك في أمان، عندك بيت، إن شاء الله تكون غرفة، لكن هذا بيتك ومسكنك، وأنت عندك مفتاح هذا البيت، تفتح هذا الباب وتدخل وترتاح فيه، تنام وقت ما تبغى، تصحى وقت ما تبغى، مرتاح. لا أنت، لأنه غيرك فيه متشرد تحت الخيمة، تحت المطرة، في الشارع طبعا. لكن أنت عندك هذا البيت، أنت آمن. إن شاء الله تكون، يعني للأسف في بعضهم يعني تكون عندها، ما شاء الله عندها كثير من الأبناء 5 6 وتشتكي إنه البيت صغير وكل شيء. مع هذا عندك هذه النعمة، عندك هذا البيت كان صغير، غيرك بيتمناها ويتمنى نعمة الأولاد اللي عندك. فهذا هو التفكير الإيجابي. نشوف النظرة الثانية، النظرة الثانية ما في بيت، في يوم وليلة ممكن إنك تفقد هذا البيت كله، ما حد يعرف. فقال لك آمنا في سربه، عندك أمان، تخرج من البيت أنت في مكان آمن، لا في حروب، لا في أعاصير، لا في شيء، هذا آمن، هذه نعمة. ثاني شيء إنه يكون عندك قوت يومي، اللي هو الأمان المادي اللي هو نقول عليه والمالي، إنه أنت مكتفي، تكون كثيرة قليلة، لكن عندك الصحة وعندك قوت اليوم. يعني حتى ما قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لسنوات ولا لشهور قادمة، ما قال، حقك نفس اليوم. إذا أنت حقك نفس اليوم، إذا أنت جعت وأكلت وشبعت، هذه نعمة، أنت المفروض تكون سعيد، وهذا الاكتفاء يكون سعيد. لأنه أحيانا نحن لما نتناول أي أكلة أو شيء نشعر بسعادة، في أكلات حلوة الواحد يتلذذ بها. يا حلو إنك تستمتع إنك قمت وأكلت وسويت، وهذه غيرك مو لاقيها، محتاج لها. يعني أحيانا نحن هنا في الثلج من الاستشعار، أنا دائما أقول هو السعادة إنك نستشعر النعمة اللي عندنا. طبعا يكون ثلوج برا، هنا في السعودية عندنا ثلوج برا وكذا، تتكاسل إنك تخرجي، يكون حتى ما عندك الخبز، لكن عندك في البيت الدقيق تقدر تسوي فيه أشياء وأكل وكل شيء، تاكل وتقول الحمد لله. يعني إنك تنبسطي، إنك خلاص أكفيتي نفسي،
ما اضطريتي إنك تخرجي في هذا الجو. إمم. فهذه السعادة إنه عندك قوت يومك، آه، ومعافى في بدني، الصحة. زي ما الصحة قلنا من طبعًا. أسباب برضه الصحة مهمة، إمم. إنه تكون عندك صحة وعافية وكل شيء. في غيرك في السرير، في غيرك مو قادر يقوم، في غيرك ليل ونهار إنه بالأدوية بس عشان يسكن الألم اللي عافانا في الله جسمه. وإياكم يا في رب وكل غيرك المستمعين. فالصحة كمان من أسباب السعادة، اللي هو إنك قليل كثير عندك دي الأشياء، عندك صحة، عندك مال، عندك قوت يوم، عندك مكان أنت آمن عايش فيه. هذا الرضا بهذه الأمور عندك، إذا كنت راضي حتشعر بالسعادة. طيب، لأنه إذا ما خسرت هذه الأشياء حتعيش في أمور. آخر شيء أنا أشوفه مهمة كمان، السلام الداخلي. إمم. مهم إنه جدًا يا القلب أستاذة هذا حنان. يكون، القلب ده يكون خالي من الحقد، الحسد، الغيرة، الكره، لأنه هذه تولد صراعات داخلية. يعني عندك هذه المشاعر داخلك ما يكون سليم، يعني ما في إمم. استقرار، ما في سلام، على طول إمم. صراعات. هذا عنده وأنا ما عندي، هذا جاب شيء وأنا ما جبت، يكون في صراع داخلي. إمم. لكن السلام إنك تشوف آخر عنده شيء تقول يا سلام، مبروك، الله يبارك لك في ذا الشيء اللي عندك، وترتاح، انتهت المهم. أما إذا عندك هذه المشاعر، الغيرة ليش هو عنده، أروح وأنكد على نفسي بدل ما أشعر. حتى يمكن عندي دور، يعني أفتكر لما كنت معلمة، طالبات الصديقات هم ترى مع بعض على طول. إمم. طبعا في الاختبار في واحد في مستوى، في واحدة منهم طلعت الأولى، والثانية كانت هي اللي تتمنى أنها تطلع، آه. وفرق بسيط. آه. لكن فجأة ما قدرت تتحمل وقلبت إلين بكرة، جلست تبكي. يا الله! سعادتها إنه المركز الثاني كمان، هذا يعني مو شيء قليل، يعني إنه الواحدة إمم. تنجح وتطلع بالمركز إمم. الثاني. تشوف الغيرة والحسد جلبت التعاسة للنفس. خلّاها مش راضية بالمكانة اللي هي فيها، مع إن اللي هي فيه حلو. حلو، بس مو هو هذا، ما في سلام داخلي، إمم. في غيرة، في حسد، إنه إيش معنى هي وأنا لا. يعني أوكي، فهذا الترم مثلا هي نجحت طلعت إمم. الأولى، في الترم الثاني تقدر أنت تدي حيلك تمام. وتذاكر وتطلع انت الأولى عادي، في آه. إمكانية، وهذا طيب. المكتوب لك والحمد لله. ليش ما تنبسط باللي عندك؟ إمم. طيب أستاذة فهذا حنان، السلام إحنا الداخلي مهم. عندنا تساؤلات كتير، هل السعادة طبع أصلًا في الإنسان؟ في ناس بطبعها كده سعيدة، فرفوشة، جميلة، بتحب الهزار والضحك، وفي ناس بطبعها أصلًا يعني شوية بتميل إلى الحزن والكآبة. السعادة أصلًا موجودة في إيه؟ الناس السعداء دول طباعهم أو صفاتهم بتكون إيه؟ الحقيقة تساؤلات كتيرة، ولكن وقت حلقتنا اليوم انتهى، وبإذن الله نستكمل كل التساؤلات دي مع حضرتك في حلقة أخرى. باشكرِك جدًا، جدًا أستاذة حنان محمد صالح، الكاتبة والناشطة الحقوقية، على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز، وإن شاء الله على وعد إن إحنا نكمل المتبقي من أسئلتنا ومحاورنا المهمة حول السعادة في حلقة قادمة من قوارير بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يمن علينا جميعًا بالسعادة الظاهرية والباطنية كمان. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.